يا فرحي ويا سعدي بايع وشاري في الملفات القاضي، ومراته أم ولادو نحراته بالماضي. يحيى العدل قايم بشغله ناضي، وانت يا سيد القاضي هانت غتعاقب بالماضي. سلام الله عليكم أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد، موضوع جديد، بارطاج اللايكات، الله يخليكم بحال الورود المزينة المشاميم، عمركم ما تبالوا بإذن الله. وأنا غادي نقول يا بسم الله. غادي اليوم نهضر على واحد القاضي وجوج محاميين اللي هما مشاو للاعتقال في سجن العرجات. واش هي الأسباب والمسببات؟ لكن قبل ما ندخلوا في الموضوع مباشرة غادي نطرح عليكم السؤال كالعادة: واش الزروالي ظلم النائب والوكيل ديالو، او لا الكلام اللي قال بصح وكاين؟ واش هي الاثباتات على ان الزروالي كيهضر على الفساد وان محكمة ديال مكناس فيها الفساد؟ واش هنا عنده الحق ولا تيكذب؟ اليوم يمكن لينا غادي نجاوبوا على هذا السؤال العريض، واللي الزروالي دخل في صراع مع وكيل الملك والنائب ديالو، وكذلك الخصوم ديالو، واللي تيقول ان هاد الخصوم عندهم علاقة بوكيل الملك والنائب ديالو. اليوم في الأحداث واحد حادثة سير ديال ولد الفشوش في مدينة تطوان، كيضرب واحد الطاكسي وتيهرب، وهذا ولد الفشوش او ولد النفوذ او ولد الملياردير داير الفضايح وما كيتسجنش. كيوصل عند القاضي تعطيه البراءة الصراح سير. واحد محكوم عليه بالمخدرات 8 سنين في الابتدائية، طلع عنده الاستئناف عطاه البراءة. هذا رئيس غرفة، قاضي كبير. لكن الإشكال اليوم منين جاتو الضربة من مراته الزوجة الثانية، وبالتسجيلات اللي كيتفاصل فيهم هذا القاضي مبالغ كبيرة. وهنا كنوجه الشكر والتحية الناس المسؤولين على القضاء، ان ما كاينش تلاعب، واللي حصل خاصو يؤدي الواجب. وهذا الشيء اليوم علاش كنتسائلوا واش الزروالي عنده الحق ولا ما عندوش؟ ودائما تقولوا الفساد كاين وحتى في الجسم القضائي، ولكن الدولة غادية في الطريق ديالها، والقضاء غادي في الطريق ديالو، قضاء نزيه وغادي يمشي في النزاهة ديالو، وغادي يعاقب كل المتورطين سواء كانوا في تطوان او في المدن الاخرى كمكناس. تطوان اليوم فرحانين، اليوم تطوان مرتاحين، تيقول لك هذا هو الحق وهذا هو القانون من واحد الانسان مرعب. وكيفاش تطاح بعد ما هرب؟ جاب واحد وصيفطو عند الامن بانه هو اللي دار الكسيده، هو اللي كان سايق. لكن الامن عرفوه وعرفوا التلاعب ديالو وداروا الخدمه ديالهم على احسن ما يرام. لكن فاش وصل عند القاضي عطاه البراءه. من هنا بدات الحكايه. اليوم واش نعترفوا ان كاين الفساد؟ واش غادي نبداو نهضروا على بحال هاد المواضيع في احترام الجميع وما نتهموا حتى شي واحد حتى كتكون شي حاجه رسميه من القضاء؟ ديك الساعه تنخرجوا وتنهضروا وبوجهنا احمر
وان الكلام اللي كنقولوا ان كاين الفساد ما كذبناش، وباللي قلنا ان الزروالي وقع عليه ظلم ما كذبناش، لان الاشكال اللي بيني وبين العديد من القنوات هما انهم ما كيفهموش الموضوع ومنين يبدا وفين غادي يسالي، انما ناس مسترزقين جهلاء ما فاهمين والو، بداو البارح وبغا يديروا راسهم ابطال ونجوم من الخوا الفاضي. هادشي علاش تنقول لكم تحكموا في اللسان ديالكم وعرفوا واش تقولوا، راه بحال القاضي بحال صاحب قناة، راه اللي فلط ياكل العصا، اللي فلط ياكل العصا. واش غادي نشوفوا شي حاجه غتوقع في مكناس مثلا؟ لان بزاف د الحوايج تقالت على القضاء ديال مكناس، وباش غادي نعرفوا هادشي كاين ولا ما كاينش الا ما كان واحد البحث معمق بحال كيف غادي يجرى مع هذا القاضي وهاد جوج المحامين، منهم واحد متقاعد، عفوا جوج المحامين ورجل امن كوميسير متقاعد، واللائحه قال لك طويله مازال غتجبد السماسره واللي كانوا كيتدخلوا في هذا الشيء وتا هما كيتبايعوا ويتشاروا شي كيسمسر في شي. راه كانت روينه قرباله، راه كانت الناس كتخاف من هذا القاضي لان عارفينه رشايوي، يعني راه توصل ليه القضيه غادي يقلب عليك، ما يعقلش عليك، هو تيعقلها على الفلوس، على المبالغ الباهظه، لكن الضربه جاتو من جنبو. غنقولوا كيفاش الضربه جاتو لان التسجيلات كانت عند المراه ديالو وهي اللي قدمتها للعداله، لان كانت عارفه كيدير داكشي برات راسها باش ما تكونش مشاركه، او لا بغات تنتقم منه او الله اعلم. شتي علاش نقول لكم ودي راه يمكن الزروالي كاع داكشي اللي تيقول راه صحيح، والفساد بصح راه كاين صحيح، وان هاد الناس اللي تيقول لك عندنا وسيط في مكناس بحال البحباح مثلا وجلول تيقول لك انا غادي نوقف معاه ويوقف معايا نائب وكيل الملك ولا وكيل الملك، كيفاش هو هنا؟ قولوا لي كي غادي نفهموها هنا الا كاين شي حاجه. هذيك اورغانزا هربت للطاليان وبقات كتصيفط البنقه، هذاك سحلفه بن حليفه ولا ابن خليفه هذاك غير تيحرض وتيصيفطهم سيروا للبلاصه الفلانيه، سيروا لعند الجدرميه، سيروا لهنايا، مغرق بحال النيابه العامه. ولكن اليوم ها الحقيقه بان، ها هو قاضي، ها هو مشى للحبس، قاضي ومشى للحبس، وانتم طالعين الزروالي كيضرب في القضاء، الزروالي كيضرب في داك. راه كاين اشكال السيد، وكاينه شكايه بين الاطراف، وملي كتكون شكايه بين الاطراف كل كيدافع على راسو. يمكن الوكيل الملك والنائب ديالو يدافعوا بالقانون، والزروالي غادي يدافع بالقانون وبالمواجهه على القناه ديالو كيدافع على حقه، ونتسناو المحاكمات. واش هاد الاطراف كلها غادي تجمع او لا ما تجمعش؟ ولا ما تجمعش راه ما كاين حتى شي حاجه، راه كاينه الروينه، راه كاين الخواض، وانا ما قلت والو وانا ما خلوت مع والو. الا خلوت مع شي واحد يطلع يمسخني. دعموني وديروا لي البارطاج، راه خاصني 2000 ساعه. يلا الله يعاون.